السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا لنا اليوم محبوبة الجزائريين الشربات اللي حاضرة 30 يوم في رمضان. يعني ما كاش نهار في رمضان ما تكونش كاينه الشربات كاع يبغوها، وكما تعرفوا كاع صراحة هي مضرة بالصحة لانه فيها حمض السيتريك. ما انا اليوم جبتها لكم طبيعية، ماشي طبيعية 100% خاطر درت فيها السكر، بصح على الاقل ما فيهاش حمض السيتريك. درتها لكم بطريقة اللي تعوض هذاك حمض السيتريك المضر بالصحة. بدون اطالة نفوتوا المقادير طريقة التحضير. بسم الله. اول حاجه جيبوا زوج ليمات غسلوهم مليح، غسلتهم غايه. جيبوا الليمه الاولى قصوها كاع بها بقشورها بكل شيء، نقلعوا لها غير هذيك العلفه اللي لداخل، غير هذيك العظمه، هذا ما كان. شوفوا هنا يقصوها هكا عشوائيا، المهم قطع صغار ورقاق باش تشوفوا العظمه وتقلعوها، على خاطر لو كان تخلوا غير حلفه واحده ما تشوفوهاش وديروها ترجع لكم الشربات نتاعكم مره ما تقدوش تشربوها. مالا ديروها كيما راني ندير، قطع صغيره بزاف باش تشوفوها وتقلعوها كيما هكا. انا قلعتها كاع وليت قصيتهم قطع صغيره باش نسهل على الربو في الساعه ترتاحالي. وهنايا البنات الماء يكون عندكم 2 لتر ونص تاع الماء تكونوا عابرينه. وعندنا كاس تاع السكر، سعه الكاس هنايا هذاك اللي يوزن 240 حتى ل 250 ملي. ونفوت نطحن الليمه الاولى تاعي، ديروا فيها الماء باش هكا تسهلوا عليها تنطحن بالخف. كيما هكا الماء ما هو البنات غير اللي راني عبراته، يعني 2 لتر ونص. نخدمو غير ب2 لتر ونص. شوفوا الماء عندي 2 لتر ونص. باقي المقادير كي نخلطوهم مع هاد الماء حاجه باينه غادي الكميه تزيد في الاخير تعطينا فايت 3 لتر وهكاك، يعني تفوت 3 لتر. المهم البنات في الاول ما تنساوش تعبروا 2 لتر ونص تاع الماء، هذا ما كان 2 لتر ونص مع باقي المقادير نتحصلوا على 3 لتر وشويه. هنا بعد ما رحينا الليمه الاولى مع الماء، نجو هنايا صفوها مليح. وشتو هذا اللي يقعد في الصفايه هذا ما تقيسوهش، هذا صفوه مليح، قطروه مليح من هذاك السوائل وديروه في ساشيه، ديروه في الكونجيلاتور، طيبوا به مادلين موسكوتشو، طيبوا به اي حاجه ما تخافوش، راني مجرباته ما يعطي لا مروريه لا والو. خاطر رانا طاحنين كاع الليمه، على بالي كي تقولي طحنتيها كاع بها بهذاك البيض نتاعها غادي تمد مروريه، ما تمدش مروريه. راني مجرباتها كيما نقولوا عن تجربه. وشفتوا هذا العصير تاع الليمونه اللي هود منها، يعني اللي طحناها بها بقشورها بكاع، فيه واحد النوع من المروريه اللي تعوض حمض السيتريك. شتو حمض السيتريك علاش يديروه؟ باش تجي هذيك الحموضيه هذيك المروريه، فيه السيترون تحسوه فيه هكا واحد القو. هذاك القو بهاد الليمونه، يعني كي نطحنوها بها بقشرتها رانا عوضنا حمض السيتريك. ونروحوا الليمونه الزوجه ندو منها غير العصير، الليمونه الزوجه ما نطحنوهاش ندو منها غير العصير. شوفوا البنات هذا العصير كنت درته لكم من قبل ولقى تفاعل كبير، يعني بزاف جربوه اخوات وعجبهم بزاف ورجعوا علقوا لي وقالوا لي وصفه ناجحه 1000000%، وعجبتهم وراهم معتمدينها. نتوما تاني جربوها قبل رمضان الى عجبتكم واكيد غادي تعجبكم في رمضان قعدوا تخدموها. ونجي هنا نصفيها كيما شفتوش شللت غير بهذاك الماء اللي كنا عابرينه تاع 2 لتر ونص، غير منه راني نخدم. وهنايا غير باش هذاك السكر يتخلط لي بالخف ويتخلط لي غايه، درت من هذاك العصير كيما راكم تشوفوا، زدت هذاك الكاس تاع السكر ونزيدو 2 تاع الياغورت، هذا ممزوج تاع الليمون. من الافضل يكون تاع الليمون. لما لقيتوش هاد لا مارك اي ماركات لقيتوها المهم تكون بذوق الليمون، ولا ما لقيتوش كاع تاع الليمون خاطر يجي شويه قليل ديروا تاع الفانيليا. زيدوا نص مغرف تاع لافاني ومغرف كبيره تاع المزهر، هاد المزهر بعطر البرتقال، ونديه نخلطه غايه. السكر هنايا في هذه المرحله غادي يذوب غايه. وكيما هكا خلطت كل شيء غايه، زدت له في الفيتاس باش هذاك السكر يذوب بالخف. ونجي هنايا نكبه ومن بعد نرجعها كاع في هذيك الجيليكانه اللي كنت عابره فيها 2 لتر ونص تاع الماء، باقي فيها غير شويه ماء خاطر ديجا خدمت به، نزيدها عليه. هذا اللي كان باقي لي 2 لتر ونص كيما راكم تشوفوا، ونزيد هذيك الشربات عليه وخلطوا غايه. انا من الافضل هكا تكون جيليكانه كبيره باش كي تخلطوا يتخلط لكم مليح، هو اصلا راه مخلط. وشوفوا لي البنات هذاك اللون بلا ما نديروا حليب بلا ما نديروا ملونات غذائيه بلا ما نديروا حمض السيتريك، يعني صراحه هذه صحيه على اللي تصبع برا. وعلى بالي دوك يجوني تعليقات يقولوا لي لا ماشي صحيه، حاجه باينه البنات ماشي صحيه 100% لخاطر ديجا درنا فيها كاس تاع السكر، بصح افضل من تاع برا بزاف. يعني كي نقارنوها بينها وبين تاع برا هذه خير، لانه هذاك حمض السيتريك كي تخدمي به مره في الزمان معليش، بصح لا خدمتي به بزاف وشربتيها يوميا يعني 30 يوم تاع رمضان مع الصيام وتشربي حمض السيتريك، هذاك راه يضر بزاف الصحه، راه يضر المصارين يضر الكلاوي، يعني صراحه مضر. وهنا بعد ما تخلطوها مليح ديروها في الفريجيدير تبرد، مالغري تكون هكا البرد وتكون المشطه
لازم تبردوها شويه لخاطر هو يتشرب بارد، يجي منعش كي يكون بارد كيما هكا. وشوفوا لي هذاك القوام اللي تحصلنا عليه، شوفوا هذاك اللون، شوفوا يعني بنا ما شاء الله. وشوفوا البنات كاس تاع السكر تجي الحلاوه تاعه متوسطه يعني معتدله، ماشي حلو بزاف وماشي هذاك الصامت، بصح اللي يبغي الحلاوه يدير كاس ونص نتاع السكر. وهذه يا غالياتي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. اللي وصلت معايا هنا نقول لك اختي ما تنسيليش هذاك الجيم، واللي جربت الوصفه ترجع تكتب لي تعليق هكا باش الاخوات يتشجعوا ويجربوها. والى فيديو قادم، السلام عليكم.